هل شعرت يوما بأن المدينة تراقبك؟ في طنجة، مدينة الأسوار القديمة والرياح الهامسة، بدأ سؤال جديد يطارد لحظات الغروب. من كانوا هؤلاء؟ هذه الأشباح التي تتسلل في الأزقة الضيقة مثل الدخان. من كانوا هؤلاء الذين يجلبون القلق ويسرقون هدوء الليل؟ كانوا يسمونهم أولاد الليل، أطفال الظلام. الاسم وحده كان يدخل الرعب. هؤلاء لم يكونوا أطفالا صغارا عاديين يقومون بشغب بسيط. كانوا يظهرون عندما تغرب الشمس، عندما تصبح دروب المدينة القديمة المتاهية ملعبا للأسرار والخوف. الاسم انتشر بسرعة كبيرة، علامة على الرعب الذي كان يزداد. العلامات الأولى كانت خفية، صمت مقلق في الساحات التي تكون عادة ممتلئة، حركة خفيفة تظهر وتختفي بطرف العين. حجر طنجة القديم كأنه يمتص هذا الخوف الجديد، يحتجزه بين شقوقه، والناس ينتظرون، يتساءلون ماذا سيحمل الليل القادم، ومن تكون هذه الأشباح الغامضة حقا. أصل أولاد الليل كان ملفوف بنفس الغموض اللي بيميز تحركاتهم، كأنهم بيظهروا فجأة من العدم، ظهور مفاجئ وغير مرغوب فيه في ليل طنجة. البعض كان بيهمس إنهم شباب مهمشين من الأماكن المنسية في المدينة، بيدوروا على طريقة يعبروا بيها عن إحباطهم. وناس تانية كانت بتخمن إن أصولهم شريرة أكتر، وإن في هدف غامض وشرير بيحرك أفعالهم. الحاجة اللي مفيش فيها شك هي تأثيرهم. الأيام الأولى كان فيها هدوء غريب ومقلق، وده كان دليل صامت على إنهم مسيطرين على الليل. كانوا مجرد إشاعة قبل ما يبقوا حقيقة. تحركاتهم في الأول ما كانش فيها جرائم واضحة قد ما كانت حرب نفسية. كانوا بيظهروا ويختفوا زي الأشباح. الناس كانوا بيلاقوا الصبح علامات غريبة على الحيطان، رموز محدش فاهمها، لكن الكل كان بيحس إنها مقلقة. أطفال الظلام كانوا بيبنوا أسطورتهم، طوبة فوق طوبة بشكل مطلق في عقول أهل طنجة. الاسم أولاد الليل اشتهروا بيهم لأنه كان بيعبر عن حقيقتهم بالضبط. التحول كان تدريجي ومن بعد سريع بشكل مرعب. الهمسات اللي كانت شحال هادي كتحمل حكايات على حوايج غريبة وأحاسيس مقلقة بدأت كتقصاح، وولات فيها نبرة واضحة ديال الخلعة. داكشي اللي بدأ بمقالب مخيفة ومطاردة صامتة تطور بسرعة. أول حادثة تبلغ عليها كانت بسيطة، شي زاجة مهرسة، شي حانوت في السوق مرون. البوليس سجلوها، ولكن ما دارتش شي تأثير كبير. من بعد جات واحدة خرى وواحدة خرى. بريك تايم بوينت هامز. الحوادث ولات جريئة كتر. أولاد الليل كانوا كي يختبروا الحدود ديالهم، كي يدافعوا ضد النظام ديال المدينة. الخوف اللي كان في اللول تيار خفيف بدأ كيشد بلاصتو مزيان في قلوب سكان طنجة. كان كيبان في الشراجم المسدودة وفي الشوارع اللي كتخوى بكري بشكل ماشي عادي. الضحك اللي كان عادة كي يخرج من القهاوي في العشية خفات، وبلاصتو ولات نظرات ألقى جهة الزناقي اللي كتظلام. الوالدين ولو كي يخليوا ولادهم لداخل، وغواتهم ديال اللعب ما بقاش كي تسمع في سويعات الغروب. المدينة القديمة اللي عادة كي تكون بلاصة عامرة بالحياة في الليل ولات منطقة ديال الحذر. كل صوت غريب، كل ظل كي رقص في الجنب كانوا كي ينسبوه لأطفال الظلام. الطرق اللي كانوا كي يستعملوها أولاد الليل كانت مزيج كي يخلع، كانوا كي يتخباو وكي يلعبوا بعقول الناس، ومرة كي يديروا هجومات مدروسة. قليل فين كانوا كي يتواجهوا مع الناس نيشان وبشكل كبير. بالعكس كانوا كي يعجبهم الظلام وإنهم يفاجئوا الناس، والطريقة باش يزرعوا الخوف بأفعال ما كتبانش وتهديدات ماشي مباشرة.
كانوا يعرفوا مزيان الدروب المعقدة والسطوح والمرات المخفية في طنجة، بحال يلا حافظينها كلها. كانوا يقدروا يبانوا بواحد السرعة كبيرة بزاف كي يخليوا الناس موراهم حيرين، والخوف ديالهم يزيد. هاد الطريقة باش كانوا يتمملصوا كانت هي أقوى سلاح عندهم، تخليهم يبانوا بحال يلا كاينين في أي بلاصة وحتى واحد ما يقدر يقيسهم. واحدة من الطرق ديالهم المعروفة هي انهم كانوا يخليوا الناس ديما حاسين باللي شي حد يراقبهم. الناس كانوا يقولوا باللي حاسين بواحد الاحساس مقلق باللي شي حد يراقبهم، واخا يكونوا في وسط ديورهم اللي المفروض تكون آمنة. كانوا يحركوا شي حوايج خفيفة برا الديور باش يوصلوا ميساج واضح باللي حتى ديور الناس ما بقاتش آمنة. بريك تايم خنس. كانوا الناس يسمعوا بحال شي حد يهمس ولا يضحك بشوية فالقناة المظلمة، الصوت يكون كافي باش يقلك، ولكن خفيف بزاف باش تنوض تشوف شنو كاين. هاد شي ما كانش غير صدفة، كل شي كان مدروس مزيان باش يعصبوا الناس ويخليهم يحسوا باللي ضعاف في أي بلاصة مشاو ليها. هاد العصابة كانت عارفة مزيان باللي الخوف سلاح قوي كتر من العنف اللي كيبان، حيث الخوف كيبقى شاد فالناس لوقت طويل واخا يكون التهديد المباشر سالة. الخوف اللي نشره أولاد الليل باستمرار بدأ يغير كثير في حياة الناس اليومية في طنجة. المدينة اللي كانت معروفة بنشاطها وحيويتها واللي كانت غالبا تبقى مستيقظة حتى وقت متأخر في الليل بدأت تهدأ وتفرغ شوارعها مع اقتراب الغروب. الشوارع اللي كانت زمان مليانة بالناس وبأصوات البياعين وكلام الناس صارت هادية بشكل يخوف. إيقاع الحياة في طنجة تأثر كثيرا، وبدلا من ذلك انتشر شعور بالقلق وصار الناس أكثر حذرة، والمحلات التجارية أيضا تضررت بشكل كبير. المقاهي والمطاعم اللي كانت تعتمد على زبائن الليل لاحظوا أن عدد زبائنهم قل. المحلات لأن أصحابها خافوا أن تصبح هدفا في الظلام بدأوا يغلقون أبوابهم مبكرا جدا عن المعتاد. الأسواق الليلية المزدحمة وهي شيء مهم في طنجة أصبحت هادئة، والبائعون صاروا يستعجلون ليجمعوا أغراضهم ويعودوا لبيوتهم قبل أن يحل الظلام تماما. الضرر الاقتصادي كان كبيرا، وهذا زاد من معاناة الناس فوق الخوف الذي كانوا يشعرون به بسبب العصابة. حتى علاقات الناس مع بعضهم البعض تغيرت. تجمعات الناس في المساء صارت قليلة جدا. الناس صاروا مترددين يزوروا أصحابهم أو أهلهم بعد غروب الشمس. جزء كبير من الرعب الذي أحاط بأولاد الليل كان مصدره الغموض الكبير الذي لف هوياتهم. من كان هؤلاء الأشباح الصغار؟ هل كانوا حقا مجرد مراهقين كما يحيى اسمهم، أم أن الأمر كان أكثر تعقيدا وتنظيما يختبئ خلف واجهة الشباب هذه؟ الشهود إن وجدوا كانوا يقدمون أوصاف غامضة ومحبطة، أشكال مظلمة، غالبا ما يكونون مقنعين أو يرتدون أقنعة أو أغطية للرأس. كانوا يتحركون بخفة تدل على صغر سنهم، ولكن بتنسيق يشير إلى الانضباط. وجوههم كانت تبقى دائما مخفية، وأصواتهم نادرا ما كانت تسمع أو كانت تغير عمدا. الأمر الذي كان يزيد من صورتهم الشبحية التي تكاد تكون غير بشرية.
تسمية المراهقين هذه كانت مرعبة ومحيرة في الوقت نفسه. إذا كانوا فعلا صغارا إلى هذه الدرجة، فما الذي دفعهم لهذه الأفعال المنظمة من التخويف والحرب النفسية؟ هل كان ذلك سعيا خاطئا للسلطة، أم تمردا على المجتمع، أو كانوا مجرد بيادق في لبة أكبر غامضة؟ بريك. غياب الدوافع الواضحة جعلهم غير متوقعين، وبالتالي أكثر إثارة للرعب. العصابات الإجرامية التقليدية غالباً ما تكون لديها أهداف مفهومة، حتى وإن كانت غير قانونية، كالمال أو السيطرة على المناطق. ولكن أولاد الليل كانوا كأنهم يستمتعون بالخوف في حد ذاته. كانت عملتهم التي يتعاملون بها هي القلق والتوتر الذي يصيب مدينة بأكملها. هذا جعلهم لغزا تحاول السلطات جاهدة أن تحله. الأثر النفسي لهذا الغموض في هوياتهم كان مدمرا. كان ذلك يدفع خيال الناس ليشرد بعيدا، فيتصوروا أسوأ الاحتمالات. البوليس ديال طنجة لقاو راسهم قدام تحدي كبير بزاف مع أولاد الليل، شي حاجة ما عمرهم شافوا بحالها. هادي ما كانتش عصابة عادية من اللي كيقلبوا عليهم ديما، لا، هادو كانوا بحال الأشباح، صعيب تشدهم، وكيعرفوا مزيان الدروب ديال المدينة. فالأول البوليس لقاو صعوبة باش يتعاملوا مع الوضع، حيث المشاكل كانت كتوقع مفرقة وما كانوش أدلة واضحة يقدروا يتبعوها. الناس فاش كانوا كيمشيوا عند البوليس، أغلبهم كانوا كيقولوا غير باللي حاسين بشي حد كيراقبهم، أو وقعات ليهم شي حوايج بسيطة اللي كل وحدة بوحدها كتبان ماشي مهمة ببزاف. البوليس احتاجوا شوية الوقت باش يفهموا شنو واقع بالضبط، باش يعرفوا باللي هاد الحوايج ماشي غير صدفة، ولكنها حملة تخويف منظمة كديرها واحد المجموعة غامضة. البوليس زادوا الدوريات ديالهم، خصوصا في المدينة القديمة والبلايس الأخرى المعروفة باللي سخونة. البوليس سواء اللي لابسين رسمي أو اللي لابسين مدني كانوا كيدوروا في الدروب الضيقة والمعوجة. كانوا باغيين بهادشي يتطمنوا الناس ويخلعوا ديك العصابة. ولكن أولاد الليل بينوا باللي حريفية، فإنهم يتفاداوا يتلقاوا مع البوليس وجه لوجه، بحال يلا كانوا عارفين البوليس فين كيتحركوا، كيغبروا دغيا قبل ما يوصلوا الدوريات، أو كيمشيوا لبلايس أخرى ما فيهاش مراقبة بزاف. المدينة القديمة بالدروب ديالها المخبية والطرق الكثيرة للهروب ولات بحال شي لعبة ديال الغميضة كتعصب البوليس، وبلاصة زوينة لديك العصابة اللي كتعرف تخبى وتهرب. البوليس بداوا التحقيقات وداروا ناس يجيبوا ليهم الخبار، ولكن الأمور كانت كتمشي بشوية وصعيبة. الناس ديال هاد العصابة يلا كانوا بصح ولاد المنطقة، حتى واحد ما كان كيبغي يهضر عليهم أو يقول شكون هما. يا إما الناس كانوا خايفين منهم، أو يمكن شي وحدين كانوا كيساندوهم وهم غالطين. رغم أن الشرطة زادت مجهوداتها، ظل أولاد الليل مسيطرين بشكل كبير على طنجة. هذا الكابوس لم يكن من السهل أن ينتهي. صحيح أن الدوريات الكثيرة قللت من بعض الأنشطة الظاهرة في بعض المناطق،
لكن الخوف الذي في قلوب الناس والجراحة النفسية التي في المجتمع بقيت موجودة. العصابة أظهرت أنها تستطيع أن تعكر صفو السلام وتزرع الرعب، وهذه الحقيقة بقيت في ذاكرة كل أهل المدينة. الناس كانوا يستقبلون الليل بحذر، والهمسات عن أولاد الليل حتى لو أصبحت أقل لم تختفي تماما بعد. المجتمع بقوته وصبره حاول أن يتأقلم مع الوضع. سكان بعض الأحياء أصبحوا أقرب لبعضهم البعض، ونظموا دورياتهم الخاصة غير الرسمية ليحرسوا بعضهم البعض. كان هناك إصرار صامت حتى لا يدعو الخوف يقضي على روح طنجة المليئة بالحياة. ولكن التغيير الذي حدث كان واضحا ولا أحد يستطيع أن ينكره. تلك الراحة والعفوية في جولات المساء تبدلت بخطوات أكثر حذرة، والضحكة البسيطة في المقاهي أصبح يرافقها غالبا لمسة من الحذر من الظلام المتربص. هذه الأحداث فرضت على الناس حذرا جديدا لم يكونوا يريدونه، وقلق دائم وخفيف أصبح جزءا من حياتهم اليومية، كأنه عباءة ثقيلة لا يستطيعون خلعها بسهولة. الشرطة رغم كل هذه التحديات الكبيرة لم تستسلم.